وهم فاكرين لما الساعة 1 بالليل يقولوا لي جعانين جعانين هقوم اعمل لهم المحمر والمشمر؟ لا ابدا. انا قمت وجمعت اي حاجة كده في التلاجة وقلت يلا يا نشوى صوريها لحبايبك علشان هم كمان لو ولادهم جعانين ولو حتى انت جعانة قومي اعملي اللي انا عملته ده بالظبط. يلا مع بعض نبدأ الفيديو النهاردة ونقول بسم الله. طاسه عندك حلوه كده وضفت ليها معلقه كبيره من السمنه او الزبده او حتى الزيت، وكان معايا بطاطسايه صغيره، بس يا ريت هنا تكبري البطاطس شويه لان هي دي الحقيقه اللي كانت عندي، بس لو كان عندي كميه اكبر من كده كنت عملتها. مسلوقه نص سلقه، وابتديت ان انا اضيف عليها شويه بهارات بسيطه جدا، منهم كمان الكاري ومنهم الفلفل الاسود وشويه ملح وشويه كمان فلفل كده مقطعاهم قطع صغيره زي ما انت شايفه معايا. لو ضفتي للوصفه ديت فلفلايه سبايسي بتديها طعم حلو قوي، بس كل اللي ينقص الوصفه دي ان البطاطس هنا كانت تزيد، وانا عماله انب في نفسي ان انا كان عندي بطاطسايه واحده بس. كمان جبت 3 وحدات من البيض ورحت ضفتهم عليهم، وابتديت ان انا اقلب تقليبتين حلوين. حابه هنا كمان تضيفي رشه فلفل اسود كمان مفيش مشكله خالص. المهم ان النار هنا ساعتها بتكون منخفضه شويه. شويه موتزاريلا باقيين عندك، او حتى لو ما عندكيش ما تضيفيش، عندك شويه جبنه رومي، جبنه شيدر، اي حاجه من فوق الوش كده بتدي طعم حلو وكمان بتدي شكل احلى. كمان برش عليهم رشه كده من الزعتر الجاف او بقدونس جاف بتدي طعم حلو قوي، وبغطي عليهم كده زي ما انت شايفه معايا وبسيبهم يا دوبك هم دقيقتين. الجبنه تسيح وتاكلي احلى اكله. عايزه بقى تاكليها في الغداء، تاكليها في العشاء، على العموم انا عملتها في العشاء وانبهروا بيها، ما خدتش مني وقت خالص ولا مجهود. كلت معاها طبق مخلل حلو كده مع العيش بقى البلدي الحلو الجميل ده. عايزه اقول لك ان وصفه النهارده دي من الوصفات المميزه اللي انا بكررها على طول كل ما اولادي يبقوا جعانين او حتى انا ببقى جعانه بالليل. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف، ما تبخليش عليا ان انت تشجعيني بلايك كتير وشير كتير. كمان هستناكم تنوروني في صفحتي الجديده اللي هي اسمها مع مطبخ نشوى. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.